صباح الخير او مساء الخير او يوم جميل عليكم في اي مكان وفي اي زمان انتوا بتسمعوني منه. في انا الدكتوره سليم. النهارده بصراحه انا هعمل كده فيديو عفوي شويه واتمنى ان هو يعجبكم. في تعليقات دايما بتجيلي من زمايلي، من اصحابي هنا، حتى هنا في الشغل مثلا، او الناس المقربين ليا او حتى على الانترنت. ازاي انا بهتم ببشرتي، او ازاي انا بشرتي ازاي بتلمع بالشكل ده على الرغم ان انا بشتغل عدد ساعات يعني حقيقي unmenschlich، يعني غير انساني حرفيا غير انساني. يعني انا بشتغل ممكن في بعض الاوقات بشتغل اكتر من 14 ساعة في اليوم، وبعد كده برجع مثلا انام ساعتين ثلاثة واقوم اكمل مرة تانية. يعني ده ممكن يحصل مرتين ثلاثة في الاسبوع بالشكل ده. فازاي انا بهتم ببشرتي، وازاي بشرتي على الرغم من كل الاجهاد اللي انا بعمله والضغط والستريس اللي انا دايما موجودة فيه وعايشة فيه دايما انا بهتم ببشرتي. وبصراحة انا عندي 3 اسرار انا بحتفظ بيهم. يعني ال3 اسرار دول مهما حصل، يعني مهما كانت حياتي، حتى لو ما اكلتش وما شربتش لازم ال3 حاجات دول انا اعملهم. هم دول السبب في ان بشرتي كويسة جدا على الرغم ان انا بشتغل عدد ساعات طويل ونوم قليل. اول حاجه لازم اقولها، آه، انا ليه اتكلمت في موضوع البشره على الرغم ان انا مش دكتوره، مش دكتوره جلديه خالص، وده برضو مش تخصصي خالص. ولكن لازم نعرف حاجة مهمة يا جماعة، ان احنا لما بنهتم بشكلنا، بشعرنا، ببشرتنا، بلبسنا، ده بيديلنا قبول. يعني ايه قبول؟ يعني لما تروح تتعين في وظيفة او تروح تقدم في وظيفة تتقبل. يعني لما تعجبك عروسة او لما عروسة تعجبها واحد مثلا، هو برضو يلتفت ليها او يلفت انتباهها برضو بشكله وبحسن مظهره. يعني احنا بشر في الاول والاخر، الشخصيات والحاجات دي بتتعرف بعد كده، لكن اول حاجة بتظهر فينا هي مظهرنا وشكلنا. فلازم الشكل ده والمنظر ده لازم نهتم بيه، مش بس علشان خروجه او علشان فسحه او علشان، لا، ده لازم يكون ستايل حياتنا. يعني لازم يكون ستايل حياتنا. وال3 اسرار اللي انا هقولهم دول دلوقتي ما يكلفوش اي شيء، يكلفوا بس الالتزام، بس لو الواحد التزم بس بيهم، مش اكتر من كده، لكن ما يكلفوش اي فلوس. يعني فلوسهم قليلة جدا جدا، أقل بكتير جدا مما يعني يتخيل من المقابل اللي احنا هناخده. نقدر نقول حاجة زي كده. يعني في مقابل ان انا احتفظ بشكل حلو وجميل وفريش دايما، على الرغم ان انا ببقى بايته مثلا وتاني يوم الصبح زمايلي يجوا الشغل يلاقوني كويسه برضو انتي كنتي بتاع انتوا 2 ولا انتوا 1 بس ولا انتوا ايه بالظبط؟ وكل ده بتكاليف صغيره جدا. الشكل والمظهر يا جماعه بيدي قبول، والقبول بيفتح الابواب. اي باب بيتفتح للشخص اللي عنده قبول، سواء وظيفة، سواء في شغل، سواء حتى وانت بتتكلم او انت بتتكلمي مثلا في وسط مجتمع او حاجة. لو الشخص شكله حلو جميل مهندم شيك ذوق كده في طريقته وفي كلامه، اكيد هيلفت الانظار واكيد القلوب نفسها هتتفتح له. فلازم نهتم بشكلنا. وانا هقول لكم دلوقتي ايه هم ال3 اسرار اللي ما يكلفوش اي حاجة ويخلوكم تحتفظوا بشكلكم وبشرتكم. يعني انا مش هتكلم عن الشعر دلوقتي لان ده ليه نظام تاني، يعني يمكن معقد شوية، لكن انا هتكلم بس عن البشرة بسبب ان في كومنتات كتيرة جات لي، فانا قلت لازم اتكلم عليها. خلينا نتكلم كده على اول حاجة لازم اتكلم عليها. دي حاجة موجودة يعني في كل بيت، ممكن نشتريها من الصيدليات بشكل مركز. يعني مش عايزة اقول لكم، اولا بتزود المناعة بشكل قوي جدا جدا جدا، وبالذات ان احنا داخلين اهو على شتاء، فبتزود المناعة للاطفال او حتى للكبار. بتعمل ريجنريشن للخلايا. عارفين يعني ايه ريجنريشن للخلايا؟ يعني بتجدد الخلية. يعني الخلية الميتة او الخلية الضعيفة او البهتة او التعبانة المريضة بتموت، بتنتحر حرفيا، بتموت نفسها بنفسها، ويظهر خلايا تانية جديدة. بيعمل ريجنريشن للخلايا، بيعمل بوستر للكولاجين. بعد سن معين، بعد سن 30 سنة، في بعض الأوقات 28 سنة، بيبدأ الكولاجين يتكسر في الجسم، فتلاقي الوش بقى فيه تجاعيد بالذات تحت العين. يعني انا فاكره في مره ان انا كنت عند دكتور وهو دكتور جلديه، لما ضحكت قدامه فراح قال لي انتي تحت عينيكي تقريبا بيرفكت.
يعني مفيش اي خطوط، مفيش اي حاجه خالص، يعني انت بتعملي ايه؟ وده دكتور ده دكتور الماني، بس هم الالمان هنا بيحبوا الشمس قوي، فعشان كده بيجي لهم التجاعيد بسرعه. يعني اول ما الشمس بتظهر بيطلعوا على طول في الشمس لساعات طويله، عشان كده التجاعيد بتاعتهم بتظهر. عشان كده نادرا لما حد قدامهم يبقى في سن معين ما يكونش عنده اي حاجه. يعني اللي ما يكونش عنده اي حاجه ده بقى مثلا تكون مثلا عندها 16 سنه 17 سنه، مش اكتر من كده. بعد كده بقى خلاص بيبتدي التجاعيد بسبب الشمس اللي هم بيحبوها قوي، وانا بكرهها جدا. فالمادة اللي أنا بتكلم عليها دي بتعمل بوستر للكولاجين. يعني الكولاجين اللي بيتكسر، لا هي بقى عمالة تحفزه إن هو يتجدد مرة تانية وإن هو ينشط مرة تانية، فيبتدي الجلد يتشد مرة تانية. بيزود امتصاص الحديد، بيساعد كمان على تبييض الوجه. ودي بقى حاجة مؤكدة، يعني الشخص اللي هياخدها وبالذات لو كان فوار بعد 3 أو 4 أيام هتلاقي وشه نور، هتلاقي فعلا وشه نور بشكل فعلا ملفت للنظر. ايه هو اللي انا بتكلم عليه؟ هو فيتامين سي. فيتامين سي يا جماعة ده يعني أي حد عايز يهتم بشكله أو ببشرته، أول حاجة كده، أول حاجة يعني A B C أو ألف ب ت كده، أول حاجة بسم الله الرحمن الرحيم هو فيتامين سي. ده أول شيء. أولا نتيجته قوية جدا، سريعة جدا. بعد 3-4 أيام فعلا بتلاقي الوش بدأ ينور، يفتح، الوش بدأ يتشد، يبقى فريش أكتر، يبقى ناضج أكتر. يعني تحس إن هو مش هقول زي الأطفال أو زي بشرة الأطفال، ولكن هقول إن هي بدأت تنضج، بدأت تبقى نضرة. تمام. يعني أنا بحاول إن أنا أجيب لغة عربية صح وما اتلخبطش كتير. وانا افضل دايما الفورات، يعني الفوار ويكون 1000 مللي جرام. يعني اليافاكسنا او اللي هو الشخص البالغ ممكن ياخد 1000 مللي جرام في اليوم. في فورات بتبقى عباره عن قرص فوار هو 1000 مللي جرام، يعني 1 جرام في اليوم، هو مره واحده بس في اليوم، بس كده مش عايزين اكتر من كده. ده كده اول سر من اسرار البشره. ده مهما يحصل لو مش عندي اكل في البيت بتاكد ان انا عندي الفوار ده. الفوار ده انا بجيبه، او الحاجات ال3 حاجات دول انا بجيبهم حرفيا كل 6 شهور. يعني كل 6 شهور انا عندي يعني ستور ل6 شهور، قبل ما بيخلصوا بشتري ل6 شهور كمان. فيعني ممكن ما يكونش عندي اكل ولا شرب في البيت، ولكن لازم يكون عندي الفوار ده. فده اول حاجه. كمان بيزود فعلا مناعتي. يعني هنا الجو الشتاء فعلا شتاء صقيع، يعني درجة الحرارة بتوصل لتحت الصفر، وانا برضو يعني جسمي برضو ممكن مش قادر يتقبل قوي السقعة الشديدة دي. كمان بنشتغل في اماكن مغلقة، لما بنخرج بره وبندخل وبنخرج وبندخل، ده كده بيأثر على المناعة. لما باخد فيتامين سي ده بشكل منتظم، ما بقطعش فيه لأي سبب، فعلا بلاقي مناعتي قوية فعلا. تعرضي للإنفلونزا أو للبرد بيقل بشكل ملحوظ جدا. دي كده أول حاجة. تاني حاجة أنا عايزة أتكلم عليها هي الأوميجا دغاي. الأوميجا دغاي أنا ذكرتها قبل كده أكتر من مرة في الفيديوهات بتاعتي. الأوميجا دغاي دي أي طالب أو أي حد داخل على امتحان أو محتاج تركيز شديد جدا ياخد أوميجا دغاي. بالإضافة إن هو كمان ليه برضه تأثير على البشرة، هو عبارة عن أنتي أوكسيدانت. أنا نسيت كمان أقول لكم إن فيتامين سي ده كمان أنتي أوكسيدانت. زي ما اتفقنا إن الأنتي أوكسيدانت هو اللي بياخد أو بيلم كده الفري راديكال. الفري راديكال دي عناصر نشطة بتمسك في اي حاجه تبوظها، تمسك في اي بروتين تروح مبوظاه، تمسك في دي ان ايه تبوظه. يعني ايه تبوظه؟ يعني تبوظ الخليه، يعني الوش يبهت، يعني يتعرض لامراض، يعني المناعه تقل، يعني كانسر، يعني حاجات كتيره جدا سيئه. ففيتامين سي هو انتي اوكسيدانت، كمان برضو اوميجا دغاي هو انتي اوكسيدانت. اوميجا دغاي مش بس بيحسن بشرتي، هو كمان بيديني طاقه، فبيخليني حتى وانا صاحيه كده الصبح او انا كده طالعه كده الصبح تلاقيني انا منطلقه. فيتامين اوميجا دغاي ممكن تاخد لغايه 4000 مللي جرام، لكن ده طبعا بيبقى ليه تاثير قوي جدا او سيء على المراره، اسمها المراره. تمام. فيعني وفي ناس كتيره بتعيش عندها حصاوي في المراره بس هي ما تعرفش، فعشان كده انا يعني ما بقيتش اكتر من 1000 مللي جرام برضو، يعني قرص واحد بس. انا بجيب علبه كده عباره عن 360 قرص من اوميجا دغاي. ده اوميجا دغاي ده زيت السمك.
من اوميجا دراي، مش عارفه ب10 يورو او ب12 يورو، يعني برضو مش غالي قوي، وانا متاكده ان هو في مصر ارخص بكتير من هنا، يعني متاكده ان هو رخيص جدا. برضو قرص واحد بس في اليوم ده برضو بيأثر جامد جدا، هو انتي اوكسيدنت، فبرضو بيعمل ريجنريشن برضو للخلايا بتاعه الوش، فبتحسن البشره والملمس، وكمان الحاله النفسيه، وكمان الطاقه بتاعه الجسم نفسها، فالطاقه نفسها بتكون ايجابيه، فتلاقي الوش لوحده منور. دي كده السر التاني ليا. السر التالت هو حاجة لوكال بقى، يعني حاجة أنا بحطها على وشي، مش بس أنا باخدها. هو عبارة عن هو الكريم ده، أنا طبعا ولا بعمل إعلان ولا بعمل أي حاجة أنا معرفش، يعني ماليش أي علاقة بالحاجات دي خالص. يعني هو ده الكريم اللي أنا بستخدمه. هو عبارة عن سنيل 29 ولا 92، أنا أسفة. ده اللي هو الإفرازات بتاعة القواقع تقريبا، حاجة زي كده، السنيلز، مش عارفة بصراحة بالعربي اسمها ايه. دي بتجدد برضو خلايا البشرة، بس بشكل لوكال، يعني ما بتدخلش بقى في الدم، وما بتدخلش في السيستمش، ما بتدخلش لجسم الإنسان من جوه، ولكن هي من بره، بتستخدم من بره ككريم، بيجدد خلايا البشرة من بره. معاه هيالورون زيغة أو هيالورونيك أسيد، ده بيطري البشرة، يعني مرطب قوي جدا للبشرة. هما الاتنين دول مع بعض في الكريم ده. بصراحة أنا لما استخدمته، يعني أنا جبته أصلا مرة بالصدفة، حقيقي بالصدفة جبته، ومن بعديه بقيت أجيب ال5-6 علب عندي، قبل ما يخلص آخر علبة بشتري 4-5 علب كمان. هما دول ال3 حاجات بصراحة، ال3 أسرار اللي أنا بستخدمهم دايما. فدايما بشرتي طرية جدا، نضرة جدا، مشرقة جدا، whatever بقى، أنا نايمة مش نايمة، بشتغل تحت ستريس، معيطة مش معيطة، مفيش أي حاجة بتأثر. مع ال3 دول فعلا بيحسنوا بشكل كبير جدا. السر الرابع اللي أنا ما بعملوش بسبب يعني نتيجة شغلي أو بسبب ظروف شغلي، هو النوم ده يعني علاج لأمراض كتيرة جدا جدا جدا، منها بهتان الوش. يعني لو حد وشه تعبان، أو اللي هي الباجز اللي بتبقى تحت العين، او السواد او الاسمرار برضو اللي بيكون تحت العين، النوم الجيد بالليل طبعا بس لظروف شغلي. لكن انا مثلا لما باخد وقت اجازه او كده بنام براحتي جدا، بنام 8 ساعات 9 ساعات، يعني بنام براحتي. فالشخص اللي بيقدر ينام فتره طويله ده برضو شيء يعني هيحسن جدا جدا من شكله. زي ما احنا اتفقنا يا جماعه، انا ما بقولش ده كله للعنايه بالبشره ولتصفيف الشعر وهنقلبها كوافير، ولكن انا بقولها للقبول، عشان نفتح ابواب الرزق لينا، ابواب الرزق، ابواب الخير لينا، اصدقاء كويسين، معارف كويسين، جواز او ارتباط او شغل كويس. القبول الحاجة كده تفتح النفس، تفتح كده نفسك. يعني انا هقول لكم على حاجة، هو حد من زمايلي هي اللي قالها لي، بس فعلا هو عنده حق. انت مثلا ممكن تروح لواحد بتاع فاكهة بيبيع فاكهة، حاطط الفاكهة كده وخلاص، يعني حاطط صندوق فيه فاكهة، فيه تفاح، وصندوق فيه موز، وصندوق فيه برتقان، وصندوق فيه مش عارفة ايه. واحد تاني تروح عند بتاع الفاكهة تلاقيه منظم ومرتب الفاكهة بشكل يفتح النفس. يعني يحط مثلا الموز مثلا في النص مثلا كأنه وردة، حواليها مثلا التفاح بشكل دائري كده أحمر، مش عارفة من بره الأناناس، يعني بيحطها بطريقة معينة تفتح النفس، تخليك انت كمان عايز تشتري حتى لو مش معاك فلوس، او يعني فلوسك على القد، بس تلاقيك نفسك اشتهيت. فالجمال يا جماعة بيفتح النفس، بيفتح النفس. عايز تشتغل في وظيفة كويسة، لازم تهتم ببشرتك، لازم تهتم بشعرك او تهتمي بشعري، دي حاجة مهمة جدا 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 لأبواب الرزق بتاعتنا. احنا كلنا بنسعى وكلنا بنتعب، ولازم نعرف ايه التريكات وايه الحاجات الصغيرة اللي احنا ممكن نعملها. هي مش صغيرة، هي على الرغم انها حاجات اهي صغيرة زي ما انا قلتها في فيديو، وفعلا كل يوم ما بتاخدش مني اكتر من 30 ثانية بالظبط، 30 ثانية بالظبط، ولكن هي بتفرق في حياتي كلها. يعني انا هقول اخر حاجة واختم بيها الفيديو.
في فتره من الفترات من 3 او 4 سنين كنت انا بدور على شغل، يعني كنت ببعت وراسل. لما كنت براسل مثلا على 4 أو 5 اماكن، ال5 بيردوا عليا، وبروح اخد منهم 5 سوزاجة، يعني 5 موافقات. حتى منهم بيمضي العقد وبيبعتهولي علشان انا امضيه. في نفس الوقت ان انا كان زمايل ليا كانوا بيقولوا لي ان احنا مش لاقيين شغل، ان احنا بنبقى قاعدين بالخمس 6 شهور مش لاقيين شغل. وانا ببقى مستغربه، يعني في يا جماعه شغل، يعني ازاي ما فيش؟ ده لما بروح 5 مقابلات باخد ال5 موافقات. يعني معنى كده ان في عجز شديد، والمانيا دوله عجوزه، فيعني فيها عجز ونقص شديد جدا. ازاي انتوا ما تلاقوش حاجه زي كده؟ بعد كده يوم بعد يوم انا فهمت. انا لما بروح اي مقابله، او حتى لما بحط صورتي مثلا على الواتساب او على كده، لازم احط احسن حاجه، لازم اهتم حتى بنفسي حتى لو انا قاعده في البيت، لان مفيش حاجه هتحصل من يوم وليله. مش معقوله انا هكون النهارده مبهدله وبكره هكون واو. لازم ده يكون بشكل يومي، بحيث ان لو بكره ولا بعده ولا بعده انا عندي مقابله، انا اوريدي خلاص جاهزه. مجرد بس يعني ايه، هزود بس شويه، هركز بس شويه، وهزود بس شويه الاهتمام شويه، وهبقى في احسن نضارتي وفي احسن. ده عشان كده انا عملت الفيديو ده. لازم نهتم بنفسنا علشان هو ده باب الرزق لينا. بس كده. لو الفيديو عجبكم اتمنى ان انتوا تدوسوا لايك وتدعموني بالاشتراك، ويوم جميل عليكم، واكيد بكره احسن.